نفسك. السؤال الأول: أمام خريطة صماء لمصر ادرسها ثم أجب. يشير رقم 1 إلى ممر ملاحي. هنبص عند المؤشر يا شباب، طبعا ممر ملاحي هنا هو قناة السويس. رقم 2 يشير إلى مدار، طبعا المدار اللي موجود هنا جنوب مصر هو مدار السرطان. 3 يشير إلى البحر، طبعا البحر اللي هنا هو البحر المتوسط. 4 يشير رقم 4 إلى الصحراء، طبعا الصحراء اللي موجودة في الحتة دي هي الصحراء الغربية. بما تفسر سهولة اتصال مصر مع دول العالم؟ طبعا بسبب موقعها الجغرافي المتميز، خاصة بعد حفر قناة السويس. السؤال الثاني: ادرس الشكل التالي ثم أكمل. تمثل دائرة الاستواء رقم، طبعا هنبص على المؤشر، دائرة الاستواء طبعا هي دي، فبالتالي هي رقم 3. خط جرينتش يمثل رقم، طبعا جرينتش جاي بالطول فهو رقم 1. 3 يمثل القطب الشمالي، طبعا القطب الشمالي فوق اهو ده رقم 4. ومدار الجدي طبعا هنبص على المؤشر وهو رقم 2. السؤال اللي بعده: قارن بين خطوط الطول ودوائر العرض من حيث التعريف والأهمية. أول حاجة خطوط الطول ودوائر العرض. خطوط الطول هي عبارة عن أنصاف دوائر رأسية تصل بين القطبين الشمالي والجنوبي. أما دوائر العرض في التعريف بتاعها عبارة عن دوائر أفقية ترسم حول الكرة الأرضية غير متساوية الطول، وأكبرها دائرة الاستواء. الأهمية بتاعة خطوط الطول: تفيدنا خطوط الطول في تحديد الموقع على سطح الأرض شرقا وغربا وتحديد الزمن ومعرفة فروق التوقيت بين الأماكن على سطح الكرة الأرضية. أما دوائر العرض تفيدنا في تحديد مواقع الأماكن شمال وجنوب دائرة الاستواء ومعرفة أحوال المناخ من حيث الحرارة والرياح والأمطار. السؤال الثالث: صور ما تحته خط. مدينة الإسكندرية تقع على ساحل البحر المتوسط، إذن هي ضمن الإقليم الصحراوي الحار، طبعا ضمن إقليم البحر المتوسط المعتدل. 2 يقع مدار السرطان في نصف الكرة الجنوبي، طبعا في نصف الكرة الجنوبي يقع مدار الجدي. 3 تتميز دوائر العرض بأنها متساوية في الطول، طبعا غير متساوية. آخر سؤال: حدد الفرق بين مدار السرطان ومدار الجدي. طبعا الفرق بينهم اللي مدار السرطان يقع شمال دائرة الاستواء، أما مدار الجدي يقع جنوب دائرة الاستواء. وبكده انتهينا من أسئلة الدرس. شكرا ليكم، وكان معكم مستر إبراهيم كامل من قناة على السريع. ياريت تدعمونا باشتراك القناة لو سمحتم ليأتيكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.